يا لهوي. ليه عايز تروح المانيا؟ مش شو عايز اروح هتجري منك؟ المانيا، عايز اي حاجه غير بره. لا الدنيا مش زبادي. عايز اسافر من مصر وخلاص. انت متخيل ايه هتملاه لو سافرت هناك؟ سواء المانيا، النمسا، اي حته في اوروبا، انت مش عارف تاخده هنا. انت متخيل ايه؟ ده رقم واحد طبعا. ايه رقم واحد؟ العداله للقلب. في الفيديو ده قابلنا شاب جميل أوي من الإسماعيلية بيمثل كل شاب بيفكر إنه يهج ويسيب البلد. قعدنا تقريبا اليوم كله نتناقش إحنا التلاتة في حاجات كتير، ومن أهمها اللي اكتشفته إن في نقط كتيرة أوي بجد كان لازم على الأقل إنه يفهمها أو يعرفها قبل ما يسافر. هو كان عايز يروح ألمانيا أو النمسا، وإحنا قعدنا نتكلم. ما يهمنيش القرار اللي هياخده في الآخر إيه طالما هو شايفه إنه في مصلحته، بس المهم إن هو يعرف النقط دي قبل ما ياخد الخطوة. الفيديو ده مش هدفه إنك أنت ما تسافرش، لأ، الفيديو ده هدفه إنك تبقى على وعي وفهم كفاية أنت رايح فين. طب لحظه، العداله دي بناء على ايه برضه؟ انا ضدك في حاجات، بس هو يعني ايه تفتكر ايه العداله اللي هتبقى فيها كده؟ انا كده ما بهزرش والله. انت هناك بتعب 1/10، بلاقي ريزلت نص من 10، بس عارف ان انا هلاقي بناء result. على ايه؟ من على ايه؟ يعني بناء على ايه الناس دي هتبقى عادله معاك اصلا؟ بس انت في شويه عناصر انت اصلا ناسيها. انت مين؟ وشغال فين؟ وشغال في وسط مين؟ انت عشت حاجه في الكويت. انا بتكلم عن ايه مثلا بالنسبه اللي هو ايه؟ انت مصري مقيم في الكويت، وافد، شغال في مؤسسه سواء حكوميه او خاصه. ماشي. هل تعامل بعدل في المعامله، ولا في الدخل، ولا في الايه بالظبط؟ كل اللي انا محتاجه معامله. حلو، دخل استحاله. تمام. أجزاء. دي انا اقدر اقولها لك مليون في المية انك مش هتاخدها زي ما انت فاكر. هقول لك انا اكبر من هنا. هقول لك انا ايه اول حاجه. قولها تاني دي كده. قولها تاني. لا 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 قولها تاني بس. لا لا لا. بنسبة ايه؟ لا. بنسبة والله، بنسبة مختلفة عن هنا. ماشي اوكي. بنسبة مختلفة عن هنا. ماشي. بس برضه مش بالأحلام اللي اكيد الناس، طبعا. أو خصوصا شاب هو لسه كام سنة؟ 19. 19 سنة هو متخيل لا انا قولا عارف. واحدا. عارف ان الدنيا مش زبادي. في بص يا جماعه، ما هو في حاجه انا عايز اشاركها برضه. عندك مشاكل هنا، ممكن يكون مثلا انك انت دخلك عايز تزوده حلاوه، مفيش مشاكل، يلا بينا نزوده. هتزوده في اي حته على فكره، سواء رحت بقى الامارات، رحت اي دوله خليجيه، او حتى اوروبا. بس هتطلع لك مشاكل انت ما عندكش اي معلومه انها اصلا موجوده. عشان كده لما تيجي تقول لي بقى في مساواه في المعامله، لا، ده انت في توبكس بالهبل واخبار تطلع في جرايد بس الكلمة اللي انت قلتها دي. بلد دي عارفك. عمر. ثانوية عامة، عمر. السادات، فكر فيها والله ما عارف. عمر 2006 خلصنا ثانويه عامه. قبليها بقى، أنا عارفك من قبليها. 2003. 2003. 22 سنه. يا لهوي. 22 سنه. وانت زي ما انت وشكلك زي ما هو. حبيبي. حبيبي يا عم كيمو. هنا بس مش. لا هو ما كانش في دماغي اصلا الفكرة. بص، هسألك سؤال. انا خلينا نركز في هناك. حلو كلام. مش كده كده الفيلم بايظ كده كده، بس قشطة. ماشي. انا هركز في هناك. انا بركز في حتة ايه؟ ان ده متخيل ان هناك هيغطي 100% من كل حاجه هو بيقابلها هنا مشكله. ده اللي انا عايز اركز عليه. تعالى كده شويه بس. تعالى شويه. تعالى بس، تعالى بس. انا بتكلم والله العظيم في الحته دي، ان مش هو بس، في ناس كتيره قوي في سنه وبيخشوا يكلموني ومتخيلين حرفيا ان هو هيروح هناك هياخد معامله جنه في شغله مثلا. انا مش هكلمك في حاجه تانيه، هكلم في الشغل. ماشي. وده بقى اللي احنا هنا فقراء ما نعرفش اصلا مشاكل الفقراء اللي هناك ايه. ودي بقى الخوازيق اللي بتتعلمها لما بتسافر القاره التانيه. حلو. زي مثلا انت في الخليج مثلا، وهقولها بمنتهى الصراحه، انت ما كنتش تعرف انت كمصري انك انت عندك مشكله لما هتعيش في الخليج، انك انت مهدد في اي لحظه انك انت ممكن تسيب الشغل، وانك انت قدامك مده زمنيه معينه لازم تدور على شغل، يا اما هترجع مصر تاني.
دي حاجه معروفه في الخليج كلها عادي، ما اصل الخليج ما بتديش، ما فيش غير دبي دلوقتي والامارات اللي عملوا اللي هو الجولدن فيزا ديت، خدها ومش كله بياخدها. فدي حاجه معروفه ماشي. في في انك اي انت بلد لو في العالم قررت كده، تشتغل في الخليج يوما ما. في اي بلد في العالم كده. تعال بس تعال. فانا عايز اقوله ايه من وجهه نظري يعني، انك في مشاكل هناك كتيره تحت انت ما عندكش اي معلومه عنها، ودي محتاجه يا اما واحد يسافر هناك ويعيش التجربه بقى ويبدا يقابل الناس في الشارع ويفهم ايه ده. دول مثلا الالمان، ولا مثلا سي الروس، ولا سي مثلا الفرنسيين ما بيحبوش المصري مثلا. ثقافات يا اسلام. انا عايز اقول لك حاجه بس، انا عايز اقول لك حاجه. اصل انا قابلت ناس بتيجي متخيله ان هو بقى ايه، هيخش الشغل وهيدفع دم شغل شغل شغل، وهيلاقي كل الناس بترقيه وبيديله فلوس كتيره وفاهم معامله بقى فير واوروبا ولايف ورك لايف بالانس لا هو مش كله وردي يعني فعلا زي ما هو قال في الاول. فاهم قصدي ايه؟ ماشي، خلينا نتفق بس ان لاي مكان، انت لما كنت هنا في مصر اول ما اتولدت ما تعرفش حاجه. بالظبط. صح بالظبط. البيئه قابلتنا حاجات وتعلمت حاجات صح كده؟ مظبوط. لحد ما خلاص ما شفنا الرؤيه وشفنا اللي قبلنا عمل ايه واللي بعدنا، في ناس نجحت في ناس وقعت، ماشي. كل اللي بعد. انت بالنسبه لك انت كطفل كل اللي جاي قدام ده مجهول، مم. صح كده؟ مم. مش تعرف عنه حاجه. لا. خد البيز دي واطلع بيها هناك بره تبدا بالصفر. ونط. ما انت تبدا من الصفر بطريقه جديده. حلو، ايه المشكله؟ المشكله بقى اللي انا عايز اعملها يعني ايه، نقابل ان فيه بقى. الناس اللي بتيجي تسافر لسه في سن صغير بيبقوا فاكرين ان خلاص انا طلعت اوروبا فهي اوروبا او حتى الخليج، انا كده خلاص ارتحت لان انا مش قاعد في بلدي في مصر وهحل مشكله الفلوس. بس هو مش عارف ان في مشكله تانية. يعني اقدر اديك مثلا مشكله انك انت في اوروبا انت بتتقسم على انت جاي من انهي حته، اصلك جاي منين، طبعا. وبناء عليه انت بتبقى منافستك صعبه جدا في ان انا بنافس مع واحد الماني مثلا ما بيعرفش يتكلم الماني. هنرجع بس لقاعده، اه. في اي حته في مصر هنا، في اي مجال هنا في اسماعيليه او في القاهره او وات ايفر، البيئه اللي حواليك كده هنا مثلا مشهوره بالكافيهات مثلا. ايه اللي انا هقدر اقدمه للمكان اللي هو السوسايتي اللي هنا اوكي. هيخليني اتميز وانجح. لا بس ما اعرفش والله انت فاهم وجهة نظري ولا لا، بس انا قصدي لا يعني. هو انا وولاد خالتي هناك قالوا لي ان الدنيا فين؟ مش في النمسا. اه بقول لك ايه. الدنيا مش زبادي، وهم بقالهم سنين وبرضه وما عملوش اللي هو في خيال اي حد عايز يسافر. فاهم؟ يعني اللي ايه؟ هو ما عملوش الفلوس الكتير اللي نازلين هيرتاحوا وكده، لا عادي عايشين كويس واللي جاي على قد رايح، بس عايش بقى في يعني دولة ديمقراطية، وهم خدوا جنسية بالمناسبة. في ديمقراطية بقى وتعامل وحقوقه فين وعلاجه فين ومستشفياته فين ما والدنيا. قالكش منهم ولا واحد قبل كده ولا مره ان هو وحشه مصر؟ لا نهائي جدا، نهائي. ولا فكروا ينزلوا بقالهم بوجهة نظر. 7 سنين ما نزلوش. خالتي نزلت مرة واحدة بس لوحدها. وجهة نظر برضو يعني انا. حاجة بس تزعل قوي والله ان الشباب دي كلها مش شايفة ميزة في بلدها او قد ايه الجمال التحفة اللي قدامكوا ده مش سهل يتلاقى بره يعني، لا في جو ولا في طبيعة ولا راحة وسط ناسك واهلك. اللي سافر بس هو اللي هيفهم كلامي. لو انت بره قولي رأيك ايه في التعليقات.